لا يختلف اثنان على سحر الجزائر وجمال الطبيعة فيها من شمالها إلى أقصى جنوبها. صحراء الجزائر الشاسعة من أكبر وأروع الصحاري في العالم، أشهرها وأجملها عاصمة التصل جانات، وهي دائرة تابعة لولاية إليزي. تزخر جانات بمناطق عديدة خلابة، منها منطقة إهرير عروس تنام بين جبال التصل، تزينت بالواحات والوديان ذات المياه الجارية الباعثة بخريرها، المسماة بمياه ماليزيا، والمعروف عنها أن من يشرب منها يعاود زيارة المنطقة. معك السيد مختار بلال من مدينة جانت، مدينة سياحية، وذكر أنا في منطقة إهرير، منطقة سياحية مشهورة جدا، وهي عبارة عن واحة مقصودة جدا للسياح، ويأتوها من كل البلدان الأوروبية وخاصة لزالمو. وهذه المنطقة فيها قلت وأخضرية كثيرة جدا، وهذه المنطقة التي تكثر فيها الأخضرية وترتاح فيها نفسيا وعقليا، وهي عبارة عن منطقة كما قالوا بالفرنسية سولاجي فيها شوية. تشتهر إهرير بالبيوت الحجرية الجميلة الشكل، وهي بيوت ضيافة للسياح تتوفر على كل مستلزمات الإقامة لتوفر الراحة للزوار. تيكيباوين هي الأخرى منطقة من جانات تشكل متحفا طبيعيا بشموخ جبالها الصخرية الحاملة لإرث الحضارات القديمة بالنقوش المحفورة عليها، وتزيدها سحرا البحيرات اللؤلؤية والثروة الحيوانية التي تملكها من طيور وماعز وإبل. حاجة مليحة، ونتمناو من ماذا بينا على السياحة الداخلية، ماذا بينا تاع لي النورديس يجونا هنا وحنا في الصيف نروحوا لهم. هذه هي ماذا بينا، ماش قال القور خلاص السياح الأجانب خلاص، ماذا بينا حتى ولاد بلادنا نتاع التل يجونا هنا وحنا نجوهم في الصيف، تولي ميلونج الثقافة تبدل وتدي منهم ندو من عندهم. هذه هي، وبلادنا زينة شابة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم عبد الغفار بوخالفة من ورقلة. نحن الآن بصدد قيام بجولة سياحية إلى مدينة جانت في ولاية إليزي. الآن نحن في صحراء جانت، كما ترون صخور ورمال وروعة، منطقة جميلة فاقت الجمال. يسدل الليل ستاره على إهرير، تبدأ رحلة السمر والسهر بجلسات الأصحاب تحت ضياء البدر المتوشح بسحب الصحراء الخفيفة، ملتفين حول النار المشتعلة وإبريق الشاي الصحراوي الذي لا يحلو السهر من دونه.
ويتم إعداد الطعام حسب طريقة وتقاليد المنطقة، فلا تكتمل الجلسة من دون اللحم المشوي وخبز الملة التي تعبر عن كرم أهل المنطقة، حيث يستقبل كل سائح وزائر وعابر سبيل بهاته السهرة أو القعدة الصحراوية. كل هذه الجغرافيا الساحرة وهذا الإرث الحضاري والطبيعي المشكل للثقافة والهوية الصحراوية البدوية الجزائرية جعلت قبلة للسياح والزوار القاصدين هذه الطبيعة القاسية في مظهرها والآسرة في ثناياها وعبق تضاريسها.